هاي يا حلوين، كيف الحال؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وعافية. اليوم الفيديو تكملة للتسريحة، لتنظيف التسريحة. طبعا سامعين صوتي مشحب، حالته حالة كثير تعبانة، ولكن مناضلين. في البداية حبيت اعمل لي كذا كوفي كذا روق فيه، والحمد لله روقت يعني، وعلى أغنية فيروز أنا لحبيبي وحبيبي إلي، يا سلام. وبعد ما شربت الكوفي وروقت بديت أنظف، ويا ريت انتم كمان تروقوني باللايكات الحلوة عشان أتحمس وأصور. وهنا بدأت أنظف، دخلت في الترتيب. أمس وأنا أقول لكم خلاص كذا أنا حاسة إن التسريحة ترتبت، رفعت راسي لفوق وشفت الدمار اللي أنا فيه، قلت لا لا، التسريحة لسه ما تنظفت، كان بس الأدراج. شايفين القهوة نشفت، تعرفين نشفت مع المروحة، والله نشفت كأنه لها مدري كم أيام. أنا مليت من الأبيض ده، خلاص مليت، قررت إني ما أحط ولا شيء فاتح في التسريحة. أخذت الأغراض كامل من التسريحة وشليت هذا الأبيض. شوفوا يعني القهوة لساتها كانت يعني مبللة، بس باعتبار نشفت، لأنه لما أنا أخذتها كانت شوية قاسية. وهنا كنست التسريحة، ما شاء الله التسريحة تتكنس لأنه كان فيها حاجات كثيرة صراحة وهنا غلطت الغلطة اللي ما تبتش عنها، نظفت كمان بالكلوركس. المفروض يعني أقترص خلاص إنه أمس، لا، وزدت فوق الغلطة غلطتين. لسه الآن بتشوفوا، شوفوا هنا ما خرج لون لأنه بس بالكلوركس. هنا حضرتي ضفت السيترس، شايفين في دحين وانا بفحك بتشوفوا في لون اسود، مش عارفة هو هذا لون الخشب او وساخة، لان التسريحة بهتت بهتان يا سلام. والله ان كانت وساخة الحمد لله انها تنظفت، وان كان لون يعني الله يحفظ اليوتيوب، فتحت اليوتيوب وشفت الخلطة واموري الحمد لله طيبة دحين. بس في فرق بين لون التسريحة ولون الدولاب، بس مش هذاك القوي يعني عادي. هنا مسحت الصابون بالصابون، الصابون هنا حسيته توسخ لأنه التسريحة كانت أكيد لا يا زمن. أولا مسحتها بالصابون هذا، ومسحت كمان من فوق المراية، أخذت يعني إذا كان في غبرة أو شيء وسخة سحبتها بالصابون الوسخان، وهنا مسحتها كمان بالموية، مسحت يعني الصابون الوسخان بالموية. وبعدين الآن هنا ضفت صابون نظيف وجديد وغسلتها غسيل. التسريحة تغسلت، تروشت، تحممت، حممتها. بس والله وانا انظف كذا، على قد ما انا كنت تعبانة على قد ما انا كنت مرتاحة، يعني عن جد النظافة تريح. خلاص انا هنا حسيت نفسي انه هم التسريحة راح. وعلى فكرة بدل الملاية البيضة اشتريت ملاية لونها كذا بيج بني غامق، بحيث انه مش اي شيء ينحط في التسريحة يبين لونه. وهنا مسحته بالماء النظيف واموري كانت طيبة. شوفوا هنا لسه بالماء. هنا ايش سويت انا؟ بالعادة المراية او الزجاج انظفها بالجرايد، نظفت. احكي لكم على الصدمة اللي انا كنت فيها في ذا الوقت شايفين؟ ولا كأني سويت شيء، ولا كأني نظفت أصلا. هنا أنا كنت في حالة صدمة كده، في حالة أمسح وأنا في حالة صدمة بعدين طفيت ورحت جبت الخلطة وسويتها، والبقعة هذه تعايشت معها، ولازم أنتم كمان تتعايشوا مع المنظر. وهنا حطيت هذا اللي كلمتكم عليه، وهذول البوكسات تبع البخور. حبيت إنه التسريحة تكون خفيفة لطيفة، وبس الفرش، وحطيت المراية المكبرة وبس، وصلى الله وبارك. وهنا تبت؟ لا ما تبت، حطيت نفس الموال، بس هنا ما ضفت السيترس هو أصلا كان منزل لتحت، فاضطريت إني أنظف بالكلوركس. وأنا دايما بحس إنه الكلوركس بينظف، إن كان صابون عادي أحس أنا ما نظفت.
إذا ما تقشرت يداتي أحس إنه أنا ما نظفت. بس كان غلط، وما أنصح نهائيا أي واحدة تنظف خشبها بكلوركس. ابتعدي عن الكلوركس مليون مل. وهنا مسحته بالماء، خلاص كملت. وكان هنا الانعكاس باين، فيا ريت تحترم الخصوصية. غطيت حالي ومسحته بالموية. طبعا ما صورت لكم شو وانا امسح وانا اعمل الخلطة فيها، لان كانت حالة صدمة بيني وبين نفسي. كنت جالسة كده ومصدومة، وكملت الصدمة بيني وبين نفسي، والحمد لله بوريكم في نهاية الفيديو كيف صار لونها. وهنا كنست الغرفة، غرفتي لأنها كبيرة فمتعبة بتكنيسها، متعبة بتنظيفها، بس الحمد لله، الحمد لله دائما وأبدا. وهذه التسريحة بعد ما كملت ورتبت ونظفت، شايفين اللون؟ أقسم لكم بالله إنه راحة نفسية. هنا وأنا جالسة أصور لكم كنت بحكي لكم عن الخلطة، بس انتم الآن اوريدي خلاص قدكم تعرفوها. زي ما قلت لكم شاي ونتفة ليمون ونتفة زيت زيتون. نفتح أول درج بعد ما رتبنا. هذا درج المكياج، وهذا الدرج نزلت فيه بعض حاجات، بس هذا الترتيب الأخير اللي وصلت له. وهذا الدرج الثالث، هذا درج الاكسسوارات. حطيت هذول، حطيت فيهم العلبة الصغيرة هذيك تبع الاكسسوارات، علشان ان شاء الله اذا سافرت احط فيهم الاكسسوارات تبعي واموري تكون طيبة. هذا درج الاكسسوار، طبعا هذولا ما بيروحوا. وهذا الدرج الثاني تبع الاكسسوار، والدرج الاخير الاكسسوار والحاجات تبع الشعر. المهم هذه غرفتي بعد ما رتبتها. هذا البارت الحلو تبع غرفتي اللي دايما بجلس هنا وبرتب لكم الفيديوهات وبنزلها. وهذه غرفتي المتواضعة العادية البسيطة. وهذا الدولاب مسحته بالايزي وخلاص. يعطيكم الف عافية ويعطيني الف عافية.